بسم الله. جاهزة يا حاجة؟ جاهزة يا ابني، كك ضربة في معاميعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم جبس مصر واخر فيديو على اليوتيوب. عاملين ايه يا احلى مملكة في الدنيا؟ قبل ما تتفرجوا على الفيديو ده لازم كلنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ما تبخلوش علينا بقى في الحسنات بقى وصلوا على النبي. نبدأ بأول حاجة. اتفضل يا استاذ جبس مصر. انا نزلت امبارح ستوري ومنتدى على القناه ان بكره بعد صلاه الجمعه هننزل اخر فيديو لينا على اليوتيوب، فيديو الاعتزال. فلو في حد حابب يضيف سؤال لينا نرد عليه، او حد زعلان مننا بسبب حاجه معينه نرد عليها، فاتفضل. فاخدنا اكتر 5 اسئله شائعين عشان ما نطولش عليكم برضو في الفيديو ده. بس قبل ما اقول لكم على الاسئله، انا الفيديو ده مش عامله ان انا استعطف حد، ان احنا نتعاطف حد يعني معانا في الكومنتات ويرجعوا لنا جبس وبتاع والحاجات دي. لا والله، احنا عاملين الفيديو ده مخصوص تقدير للناس اللي عملت من جبس مصر هم مسلم يوتيوبر، للناس اللي وصلتنا للارقام اللي عندنا دي واهلنا، يعني تقديرا ليكم عشان عارفين ومتاكدين انتوا زعلانين. الدروع دي برضه الدروع اللي هناك دي، ثواني كده اوريها لكم. والله 5 دروع ما شاء الله، تسلم ايديك. بص، 5 دروع اهو، 2 ذهبي و3 فضي. ما شاء الله، الله اكبر. احنا عندنا دروع ذهبي ولا ايوه؟ امال ايه، احنا ناس غنيه جدا. فالفيديو ده معمول تقديرا بس للناس اللي وقفت جنبنا وساعدتنا، عشان ما ينفعش نسيب اليوتيوب كده من غير ما نقدر. جبنا اكتر 5 اسئله شائعين، وهم ايه؟ ليه هنعتزل من اليوتيوب؟ وانا مسافر فين؟ وهنعمل ايه الفتره اللي جايه؟ في ناس كتير بتقول ان احنا اتخدعنا في مسلم عشان هي طلعت الراس المدبره، وفي ناس بتسال ليه عملتوا المسلسل وعملتوا لنفسكم مشاكل. في ناس كتير احنا صدمنا من مسلم بعد ما عرفنا ان هي بتلبس اصاله قمصان نوم وعشان تجيبوا مشاهدات. فاحنا في الفيديو ده هنرد على ال5 اسئله دول، ويلا نتوكل على الله. يلا انا جاهزه يا ابني. تبدا انت بقى ترد على سؤال ولا انا؟ اللي انت شايفه، بس انا من رايي الكبير ده تقديرا يعني. يا ناس ربنا يخليك ليا يا رب. ونبدا باول سؤال انا اللي ارد عليه عشان خاطر المسلم، اللي هو ليه هنعتزل من اليوتيوب؟ هنعتزل من اليوتيوب عشان خاطر في ناس كتير زعلانه مننا، وللاسف لحد دلوقتي مش هنعرف ان احنا نطلع نراضيهم، لان مرضيتكم متعلقه بسوء سمعه البنت. يعني احنا ولا من مبادئنا ولا من اصولنا ان احنا نطلع نغلط في واحده ست سواء سمعتها لمجرد ان احنا نراضي الناس. فقصه مرضيه الناس دي بتاعت ربنا لو رايد ان هو يكره فينا الناس كلها تكرهنا، ربنا رايد ان يحبب فينا الناس ده هتحبنا، من غير ما احنا نطلع نسيء لسمعه حد. لان اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده بعد المسلسل مش جوه المسلسل. يعني اي حاجه كنت بتشوفها في المسلسل بنبقى متفقين عليه، انما اللي كان بيدور والحلقات اللي هي طلعت فيها دي كانت بعد المسلسل، ولا كان ينفع نطلع نغلط فيها ولا نسوق سمعتها وعشان نحسن احنا صورتنا. احنا بعدنا على اليوتيوب. طيب احنا ليه هنعتزل؟ ليه؟ عشان خاطر الناس اللي زعلانه مننا لحد دلوقتي. انا بحس بتفاعلكم، يعني انا بقالي 5 سنين معاكم انا ومسلم والعيال، يعتبر انتم مربيني ابن سليم. والله العشره اللي ما بيني وما بينكم مش يوم ولا 2. فانا بقيت يعني انا حاسس بالتفاعل بتاعكم، من كومنتاتكم، من لايكاتكم، من التفاعل بتاعكم معايا. بعد ما الفيديو ينزل تخش لي على الانستجرام يا جبس خلي بالك في 1 2 3. الحاجات دي ما بقتش موجوده. نزلنا 5 فيديوهات وابتدينا ان احنا نرجع تاني. انا مش هقول لكم المشاهدات قليله، التفاعل ذات نفسه قليل. الناس ما بقتش حابه جبس مصر ومسلم، ده اللي انا شايفه واقعي. فعشان كده احنا هنعتزل من اليوتيوب، لان مش هينفع ننزل فيديوهات في مكان وندي اهتمامنا كله في مكان الناس مش قابلانا فيه. ما احنا مش هنخليكم تحبونا بالعافيه او هنخليكم تتفرجوا على فيديوهاتنا بالعافيه. احنا عايزين نبقى خفاف كده على قلوب الناس. بس هو ده ردي على سؤالي. يلا يا ابني اديني سؤال. عايز انت سؤال ترد على الاقل سؤال في التليين، اي حاجه. طيب في ناس كتير بتقول ان احنا اتصدمنا من ام مسلم بعد ما عرفنا انها بتلبس اصاله قمصان نوم عشان تجيبوا مشاهدات. اوعي لا تجيبي سيره غلط. لا خالص. وانتوا اول حاجه عارفين ان المسلم تعمل كده. اكيد انتوا معايا بقالي 5 سنين ومع بعض وبنعمل فيديوهات مع بعض، وشايفيني انا ولا ليا دعوه بحد ولا بتكلم على حد ولا ليا دعوه بلبس حد خالص. فيعلم ربنا كان كل لبسها دي باختيارها هي، مفيش غير الفستان اللي عملوا بيه ستيشن التسعينات جبس واصاله. والله اللي كان من اختيار جبس، ورحنا اجرنا لها الفستان. كان متحشم، ما كانش فيه اي حاجه في جسمها باين. والفيديو موجود لغايه دلوقتي لو عايزين ترجعوا تشوفوه يعني. انا ولا بلبس ولا بقلع ولا ليا دعوه بحد ولا اتدخل في خصوصيات حد. وبصراحه يعني هي ما شاء الله الله اكبر مني، ففاهمه عني كتير، فمش هتسمع مني انا اقول لها البسي ده او البسي ده. فكل واحد حر بلبسه. وبعدين يا جماعه لو رجعتوا لحلقه ريهام سعيد، ما ريهام سعيد يعني زي ما تقولوا
زنقتها في الحته دي، ان البنت بتقول ان ام مسلم هي اللي بتلبسها القمصان، فريهام سعيد بتقول لها يعني القميص ده ام مسلم اللي جايبه لك؟ قالت لها لا ده بتاعي. قالت لها طب ما هو بتاعك، ما انت خلاص لابسه. تقول لك لا بس ما يطلعنيش على السوشيال ميديا بيه. طب مش انت بتمشي بيه في الشارع وبتخرجي بيه؟ طب ما هي الناس اللي هنا هي الناس اللي هنا. فهي اللي قالت بلسانها، يعني عشان ما تقولوش بس ان ام مسلم كدابه. ام مسلم والله ما لبستها اي حاجه ولا جابت لها اي هدوم، هو فستان واحد دريس اللي انا جبته لها اللي هو كان في السيشن التسعيناتي وكان محتشم. احنا مش يعني احنا مش ناقصين مشاهدات عشان نجيب حد لا مؤاخذه يعني نعريه عشان نجيب مشاهدات، مش مبادئنا خالص دي. بس كده انا سندتك اهو بدي اي خدمه. سندت مني اي خدمه، خدت كلامه كله. معلش يلا بقى حلو انت واحد يا اسطى. انا ارد انا بقى على السؤال الثالث. في ناس كتير بتسال ليه عملتوا المسلسل اصلا وعملتوا لنفسكم مشاكل. دي بتاعت انا. اوكي لو عايز تطيعيني براحتك بقى بس سيبيني اتكلم. اوكي بصوا يا جماعه صلوا على حبيبكم النبي. احنا كل ما بنعلى في السبسكرايب والفولو، كل ما بيعدي علينا الوقت، كل ما بشوف كومنتات كتير ايه الهيافه اللي انتوا بتقدموها دي. قدموا حاجه مفيده للناس تتعلم منها. اعملوا حاجه. احنا بنحاول نطور من نفسنا حتى في الاعمال الخير، بنحاول ان احنا نروح ندعم الناس الصح والحاجات اللي زي كده. بس كمحتوى خلاص الناس دي من كتر الكومنتات دي ما بتجيلي والرسائل دي ما بتجيلي، لغايه ما اقنعوني ذات نفسي ان الحاجه اللي انا بعملها كفلوجات ويوميات وتحديات ومقالب كل دي حاجات تافهه وما بتسليش الناس، ما بتفيدش الناس والحاجات دي. فانا ذات نفسي شفتها تافهه، فانا خلاص اتحطيت في حته ان انا عايز اعمل محتوى يوصل رساله للناس وتقمصت الشخصيه. عارفين بقى انتوا لا انا عايز اطلع بقى السوبر هيرو واعمل محتوى يكون جامد يشرفني قدام المملكه والكلام ده. فانا جبت فكره المسلسل دي. فكره المسلسل دي كانت طويله 6 شهور، كان فيها احداث كتير جدا وكانت فيها حاجات من ارض الواقع وبتحصل في كل بيت وكل عائله وكل والله العظيم كل منطقه هتلاقي فيها الشخص ده اللي في المسلسل. يعني فالمسلسل ده كان هيمس ارض الواقع، كان فيه حاجات كتير جدا ما كملش. يعني هو كان شهر من 6 شهور، فالناس حكمت على الموضوع ان احنا كدابين، ان احنا غشاشين، ان احنا عايزين فلوس، نجيب فلوس بالكذب وبتاع والحاجات دي كلها، مع ان الموضوع مخلص. وهي قالت بلسانها ان هو كان بيقول لي ان احنا هنشتغل مع بعض 6 شهور، هو ده فعلا اللي كان هيدور. حكمته على الكتاب من الغلاف، فانا عاذر. وانا قلت زي ما قلت لكم انا مش هينفع اطلع اراضيكم عشان ما ينفعش اسيء لسمعه البنت. انا كنت عايز اعمل حاجه جميله يكون فيها نظهر فيها موهبتنا برضك عشان نكون صريحين مع بعض. يعني انا والاستاذه اللي قدامكم الكبيره دي يعني عندنا عزه نفس كده، بس برضك بنحلم ان احنا نكون ممثلين. يعني عندنا عز نفس ان احنا ما ينفعش نخش نستحايل على حد ونقول له والنبي اكتشفنا ونروح ده ونطلع كومبارسات هنا وحاجات زي كده. احنا برضو لينا جمهورنا ولينا يعني ناس كتير بتحبنا بالملايين، فلازم لما نيجي نعمل حاجه تكون تمثيل بتكون يعني نشرفهم. وبعدين هو كان داير في المسلسل اللي هو كان هيجيبها البيت، يعني بعد الحمل كان هيجيبها البيت ليا وكنا هنمثل هنا في البيت. ده غير بعد كده بعد ما هما الاثنين هيمثلوا مع بعض كان في النهايه هيكون انا جالي مرض وحش ومسلم هي اللي هتقف جنبي بعد ما جيت عليها الفتره دي كلها، والتانيه اللي اتجوزتني عشان خاطر الشهره هي اللي هتسيبني. كان في رسائل كتير هتطلع وانا كنت هطلعها بمعرفة انا ان في ازواج كتير بتتجوز على مراتاتها اول ما ربنا يرزقهم بفلوس. في ازواج كتير بتطبق حتة ان الشرع حلل 4 بس ما بيطبقوش وعدلوا ما بينهما. ففي حاجات كتير كانت فعلا والله هتمس الموضوع واحنا كنا عايزين نمثل. وتخيلوا بقى نجاح ال30 حلقة او ال30 يوم اللي انتوا شفتوهم فيه الحلقات دول بتاعت المسلسل، النجاح ده كله والله يعني انا شايفه نجح اكتر من مسلسلات كتير اتعرضت في رمضان. متخيلين بقى ان المسلسل ده اللي انا عرضته انا اللي مؤلفه وانا اللي منتجه وانا اللي جايب افكاره وانا اللي عامل كل حاجة فيه بالدعاية بكل حاجة من طاقة لسلام عليكم. تخيلوا بقى المسلسل العكس عشان ينجح بيعمل ايه؟ عندك عايز فريق انتاج، فريق تصوير، مخرجين ومنتجين ومصورين واضاءات ومايك وكومبارسات وممثلين، حاجات كتير جدا عشان يطلعوا عمل ناجح. فانتوا متخيلين ان انا عملت ده لوحدي؟ بس قدر الله ما شاء فعل والحمد لله على كل شيء. انا راضي واتعلمت كتير الحمد لله. واللي اتعلمته اللي هو بقى ما اعملش فيها بورم واطلع انصح الناس، لا انا انصح نفسي الاول. دي الحاجه الوحيده اللي انا اتعلمتها ان ما اعملش فيها بورم الصراحه. بس كده ده رد على السؤال. سؤالي انا، سؤالك انت. في ناس كتير بتقول اتخدعنا في ام مسلم وهي طلعت الراس المدبره للمسلسل. انا لسه كنت قايل لهم ان انا اللي مؤلف كل حاجه دلوقتي.
هو أنا لسه قايل لكم، انا والله العظيم لغايه وقتنا هذا انا ولا بعرف انزل فيديوهات على اليوتيوب ولا بعرف امنتج على الكمبيوتر. وحياة كتاب الله، استنوا في مصحف اهو، لا ما وحياة المصحف ده وحياة المصحف ده على عينيا، ولا بعرف لغايه النهارده ان انا ولا بمنتج ولا بنزل ولا اي حاجه على اليوتيوب. انا كل اللي عليا ان انا بصور مع جوز الفيديو، نطلع نهيص ونضحك مع بعض، وهو ياخد الفيديو ويحطه على المونتاج ويمنتج. انا من ساعه ما دخلت اليوتيوب وانا قايله لمحمد انا ولا بعرف امنتج ولا هعرف امنتج، انت كل اللي هتعمله ان انت هتمنتج. انا ليا تربيه العيال ومسؤوليه العيال والبيت وكل حاجه، عشان التصوير والمونتاج ما ياخدنيش من عيالي. انا بحب تربيه العيال، احب اعمل لهم اكل، احب اوديهم مدارس والكلام من ده. انا ام يتقال عليا الام اللي هي المثاليه، انا ولا ليا في السوشيال ميديا خالص. انا كل اللي بعمله اللي انا بصور فيديو طول امنتجه على التليفون، حاجه تكون سهله، انزل فيديو تيك توك، اعمل استوريهات مع الناس فقط لا غير. بس انا ولا ليا في الفيديوهات ولا تنزيل ولا افكار ولا اي حاجه. بس يشهد عليا ربنا اللي قبل ما محمد بيطلع عندها انا كنت بطلع عندها قبلها بربع ساعه. كان هو بيبقى في الجيم ويقول لي يا مسلمه انا داخل عليكم، اقول له خلاص انا هطلع لها. كنت انا بطلع لها قبلها بربع ساعه عشان ما يبقاش حرام علينا، عشان العماره اللي هي فيها ما يقولوش سمعتها برضه، يعني احنا ما ينفعش ان بتطلع. يكون بيشتغل مع حد وبنضر سمعته يعني. ما يقولوش علينا اللي احنا اللي هو بيطلع لها رجاله، ما يقولوش عليها اي حاجه. احنا كنا بنعتبرها والله يعني حد مننا، وهتكمل معانا المسلسل، وكنا سمعتها ديت اهم حاجه. والله يا جماعه ما كان في فيديو ولا صوره بتتاخد الا برضاها، برضا الثلاث اطراف. نيجي بقى لاخر سؤال معانا، انا مسافر فين وهنعمل ايه الفتره اللي جايه؟ بالنسبه للسفر يا جماعه، فبما ان ده اخر فيديو لينا فانا اعرفكم انا مسافر فين عادي. انا كنت عايز اعمل لكم حاجات تشويقيه كده واعرفكم على الحاجات اللي جايه، كانت ان شاء الله حاجات هتبقى حلوه ليكم، بس قدر الله ما شاء فعل. انا مسافر فين؟ مسافر دوله الامارات العربيه المتحده ان شاء الله. اتمنى منكم دعواتكم، ومش شرط ان انتوا تدعوا لي في الكومنتات، عشان انا عارف اللي هيبقى في الكومنتات اللي هو ريحتونا، هنرتاح منكم، يلا في داهيه وسيتي. خليهم عشان هي دي فرصتهم وفرصتكم الوحيده على فكره. الناس اللي هتكتب الكومنتات دي فرصتكم، انزلوا عيشوا واكتبوا اللي انتوا عايزينه، احنا هنسيب كل حاجه على الفيديو ده زي ما هي. ربنا يوفقني هناك، اتمنى دعواتكم. جاي لي عقد شراكه في شركه سياحه باذن الله، هنشتغل معاهم، ناس كويسين جدا رايح لهم، وان شاء الله هصور برضو كل حاجه هناك، لان انا واحد بيعشق التصوير، بيحب التصوير. انا بحب شغله وبحب التصوير يا جماعه، بعيدا والله ان انا عامل فيديو اعتزال على اليوتيوب، انا بحب التصوير وبحب انزل ستوريهات كتير وفيديوهات كوميديه بسيطه وريلز وحاجات زي كده. فانا اصلا كده كده هصور على كل المنصات التانية، انما بالنسبه لليوتيوب هو كده بح. بس انا طبعا ما ينفعش اجبر المسلم ان هو مش معنى عشان انا هسيب اليوتيوب، ما ممكن ناس تكون بتحبك اكتر مني وعايزينك ان انت تكملي معاهم. لو عايزه تكملي كملي في يعني اليوتيوب يعني. صلى على حبيبك النبي عليه الصلاه والسلام. انت اللي دخلتني اليوتيوب ولا انا اللي دخلت؟ لا، في ناس دلوقتي بتحبك، انا اللي هو دخلت. في ناس بتحبني، بس بتحبنا كلنا مع بعض، مش بتحبنا انا لوحدي ولا انت لوحدك ولا العيال لوحدها، هي بتحبنا كلنا مع بعضينا. فانا ما ينفعش انزل على منصه اليوتيوب ادام انت اعتزلت. انا زيك، انا هبقى موجوده على جميع المنصات زي ما انت هتنزل. لو عرفت اللي انا مصورت فيديو ولا حاجه على المنصات التانية وعرفت اللي انا انزلها على اليوتيوب خير وبركه، ما عرفتش خلاص، لان انا زي ما قلت لكم اللي انا فاشله، انا واحده فاشله. لا مين اللي قال؟ والله العظيم دي انجح واحده في حياتي. لا والله يا سند يا جيش، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يا بنتي انت فيكي ميزه مش موجوده في بنات كتير في اليومين دول، ان انت مهتميه ببيتك ومهتميه بعيالك وبجوزك، يعني مش كل حياتك سوشيال ميديا وتصوير وبتاع انا جربت اللي انا ابقى كل لا حياتي لا سوشيال لا ميديا. اسكتي. لا انت نعمه كبيره على راسي يا مسلم. جربت والله العظيم اللي حياتي كلها تبقى سوشيال ميديا ومش عارف ايه، لقيت نفسي اللي انا بخسر تربيه سليم وتعليم سليم وحاجات كتير جدا من سليم فعلا. هو انا لما صدقت خليت سليم يتكلم. هو الاول ما كانش بيتكلم عشان كنت متعمده ان انا اصور مع جبس كتير، وكنا بنصور كتير وبننزل، فسليم ضاع مني. الفتره دي ما شاء الله الله اكبر بدا يتكلم، بدا يتحسن، بدا يقول ارقام بالانجليش، الحمد لله يعني. قبل ما نقفل معاكم انا عايز اقول لكم بس ما تقلقوش عليا، طول ما انا جنب الست دي اعرفوا ان جبس بخير وفي امان، وما تقلقوش لحظه واحده عليا، طول ما دي جنبي كده ومعايا وفي ظهري. ربنا يحفظك يا راح قلبي، والله العظيم ما سابني ساعه تعب بابايا برده، وفضل معايا 3 شهور، وقعدت اقول له نزل فيديوهات يقول لي لا، الابتسامه مش هتيجي في وشي غير لما ابوك يقوم بالسلام. فالحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. وعايزين نقول لكم برضك يعني ونديكم حقكم بجد، انتوا حاجه عظيمه جدا، واحنا اسفين لو عملنا اي حاجه تزعلكم،
وان شاء الله لو عوزتونا هتلاقونا في المنصات التانية باذن الله جاهزين. أكيد. وكل اللي طالبه منكم بس يعني تدعوا لنا، مش شرط ان انتوا تدعوا لنا في الكومنتات، تدعوا لنا بس بسركم ان ربنا يهدي سرنا وان شاء الله الايام اللي جايه بتاعتنا تكون ايام كويسه كده إن شاء ومن غير الله. مشاكل إن خالص. شاء يا الله. بتاعتي لا، مش ليه؟ بعيد. بس اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله في المستقبل. يلا مع السلامه. بتاعتي ليه؟ خلاص.